لكن عندنا استطلاع رأي نشاهده مشاهدينا الكرام، ونعود ونسعد بوجود الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز. كابتن فهد مفرج، تحل علينا مناسبة عزيزة على قلوبنا، تولي خادم الحرمين ذكرى البيعة السابعة، كلماتكم بهذه المناسبة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. ما في شك حدث كبير بالنسبة لنا، امتداد لولاة أمرنا حفظهم الله. نجدد بيعتنا لمولاي خادم الحرمين الشريفين، أطال الله في عمره ومده بالصحة والعافية. الحمد لله البلد لله الحمد في ازدهار، في تطور، ما يشملنا احنا في القطاع الرياضي. أبي أتحدث عن هالجانب، الدعم الكبير جميع ما نحتاجه صراحة في هالمجال. نشكر ولاة أمرنا، نتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله بلدنا إن شاء الله التفوق والازدهار إن شاء الله بجميع المحافل بإذن الله. طبعا شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الكثير من الإنجازات، فإن شاء الله أنها تستمر. أسأل الله العلي القدير أن يطيل في عمره ويعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. الحقيقة أنه الفترة اللي مرت علينا الحمد لله كانت مليئة بالإنجازات والنماء والرخاء، ونتمنى الاستمرار على هذا المنوال إن شاء الله في المستقبل القريب، ونتمنى لخادم الحرمين المزيد من الصحة والعافية وطولة العمر. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله. الله يحفظ لنا ويرعاه. وبالنسبة يعني زمننا شهدت يعني أشياء كثيرة له، وبالنسبة للمجال الرياضي يعني كان يعني دعم الأندية السعودية وحضور يعني الحفلات الختامية. بالعكس شهدت فترة الملك الله يطول بعمره إنجازات عديدة من ناحية الاقتصادية حتى من الرياضية، ويكفي إن شاء الله يحضر نهائي كأس الملك بكرة، وعسى الله يطول في عمره إن شاء الله. فخر بالحيل